السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم ونيس اللي هو يوم الخميس، يوم مهم جدا بالنسبة للاتحادين، ويوم مهم جدا لكل السعوديين، لأنه يوم مهم. لكن مباراة اليوم هي الأهم، حتى على المستوى الرياضي على الأقل. في الوقت اللي الاتحادين يمنون أنفسهم أن يكون يعني، طبعا أنا في القسيم أول شيء إني بحضر مباراة الاتحاد والرائد، والاتحادين يمنون أنفسهم أن ينتصروا في هذه المباراة لتأكيد علو كعبهم في صدارة الدوري السعودي، وتأكيد حصولهم على لقب الدوري في هذه المباراة من خلال الثلاث مباريات اللي كانت موضوع أن الاتحاد يحقق فيها 3 نقاط عشان يضمن لقب الدوري في ظل مطاردة الهلال بفارق 7 نقاط مقابل ال9 نقاط اللي في مباراة الهلال. الاتحادين سووا احتشاد كبير جدا، يعني أنا ما أمشي في بريدة الاتحادين في كل مكان أشوفه صراحة، وغير اللي تشوفونه انتم على مستوى السوشيال ميديا شيء تعبئه عاليه، مع ان انا بالنسبه لي تعبئه مرعبه. هي مستحقه للاتحادين، لكن ما اتمناها على مستوى الفريق ان تكون التعبئه الايجابيه هذه زايده عن اللزوم، لانه لا تنسى انك انت راح تلعب مع فريق ما عنده اللي يخسره، لكن عنده اللي يقدر يحافظ فيه على الاقل هيبته، انك انت ما تجي تحتفل بكل سهوله تاخذ الفوز، وانه انا ما عندي شيء اخسره ايضا، لان انا يعني فريق هبط الى الدرجه الاولى، ويمكن عده اعتبارات على مستوى شخصي ولا على مستوى تنافسي، وهذه خطوره مثل هذه المباريات. الشيء الثاني، بقيه الانديه المنافسه سواء اللي لها او تستفيد من هذا المباراه بالخساره الاتحاد لا قدر الله، كلهم مستنين، سواء الهلال اللي ينافس بشكل قوي وراء الاتحاد، سواء النصر الذي ينتظر ايضا تعثر اتحادي وربما يكون له موقع في قدم في المراكز المتقدمه للحصول على مقعد اسهل. الاهلي المنافس التقليدي، المباراه هذه اذا كانت تعني الاتحاد والاتحاديين انها واحده من ايام المجد الاتحادي الذي يمتلئ بمحطات محليه وعربيه وخليجيه واسيويه وموندياليه، لكن تظل هذه الليله ليله من ليالي العمر وجهه نظري، ومن المفترض ان تكون للقائد والحكومه بنزيما. ليه؟ لان هذه بطوله مختلفه كليا، يعني اللي يشوف بنزيما في هذا الموسم موسم التحدي، موسم يريد صناعه فريق بطل وقياده فريق بطل بطل والظفر بالبطوله. لذلك بنزيما انا من المفترض ان اراه اليوم سوبر ستار، نجم فوق العاده، اليوم يقدم واحده من اهم انتصارات خبرته في هذه المباراه لقياده فريقه، وهذا الذي يتمناه ايضا الاتحاد، يوم من قائد فريقه.